تعالي الاسير واجيلك في المسلسل. فيلم الأسير، هو أستاذ نور مخرج ولا مخرج ومؤلف؟ طب نقول له بقى ليه نسميه الأسير؟ هو الاسير علشان هو الاسير. عايزه ايه يا ست انت؟ عايزة أعرف منك أي تفصيلة كده عن فيلم الأسير. عشان ما نحرقوش بس. طب مش عايزين هو نحرقه. الاسير الارهاب الفكري، الظلام، اسير فكره الضلمه. عارفين ان فيلم الاسير فيه توليفه كبيره من فنانين عرب، فنان نجم كبير لبناني وفنان نجم كبير جزائري. معانا الفنان النجم الجميل اللبناني باسم ربيع، وده يعني راجل ممثل ومطرب وفنان جميل جدا، وليه اعمال. يمكن هو اختفى شويه من بعد ثوره 2011، لكن ان شاء الله هو ليه اعمال من زمان فعلا. طبعا ان شاء الله راجع بقوه في الفيلم وبدور مهم جدا. والبطل اللبناني في نفس مختلف. الفيلم الاسير؟ لا ده اللبناني بقى. الجزائري طبعا هو استاذ عبد النور حسن، وده راجل يعني ليه باع في الفن العربي والجزائري ونجم كبير جدا طبعا. وان شاء الله تشوفوه بدور مهم جدا جدا يكسر الدنيا في مصر والعالم العربي باذن الله. هو وفاء مكي ونجوى فؤاد إن شاء الله. والامرايه دي اللي انضمت، رغم ان هي امراه جميله. ها خدوا بالكم من الموضوع ده. ده غزل على الهوا، ده مسجل يا فندم. خلاص أنا هتجوز يا فندم ده بعد الريد مسجل. كاربت. طيب فيلم الاسير هيتعرض فين؟ هيتعرض في كل حته في مصر والعالم العربي باذن الله. لا طب انا متسرب لي معلومه. بس لفه مهرجانات كده الاول. طب في تسريب لمعلومه، هو فعلا طالع كان؟ ان شاء الله برضه من دول عربيه لا مختلفه. الاغلب مصريين، ومعانا زي ما قلت لك النجم الجزائري عبد النور حسن والنجم اللبناني باسم ربيع. التوليفه العربيه دي بتدي ثقل وانتشار اكتر بتدي للفيلم. ثقل، وفي الوقت الحالي بالذات لان مصر طول عمرها يعني رائده. مصر طول الفنون. عمرها هوليود الشرق، فهم كانوا بيجوا لنا لحد بلدنا ويبقوا نجوم على ارضنا. فمهم قوي ان هم يبقوا عارفين ده دلوقتي وامبارح وكل يوم. هنعمل لكم على الهوا وبقى تصوروا. مدام وفاء الدور صعب ومركب، خايفه؟ دايما وفاء مكي يعني مدام وفاء ثواني خايفة؟ معلش يا استاذه، هو مجمع ممكن نسال سؤال؟ اتفضل. دايما وفاء مكي ما بتخافش ان هي تقدم القضايا الشائكه في المجتمع؟ ممكن نشوف وفاء مكي بتقدم عمل خاص بعالم التيك توك عالم التيك توك اللي بيحصل فيه حاليا، التربح والكلام؟ خلينا في المهرجان. خلينا في الاسير. اصل بص خلينا وفاء. التيك توك ده منطقه حساسه جدا. ليه منطقه حساسه جدا؟ اللي بيحصل في ناس دلوقتي ايجابيين يا فندم. لا ما فيهوش حد ايجابي. لا ما فيش في. حد ايجابي. لا لا في. هقول لك على حاجه. تيتا الأزمة لوزة. اللي حصلت في الاخر او تيتا لوزة. القرار بحبها السليم أوي. اللي قاله دكتور اشرف زكي بان الناس دي لو طلعت على شاشه السينما قرار أو كذا، يحترم. مش قرار متعنت. ما هو قرار نقدرش سليم نعمم. 100%. لا في نسبه. انا هسأل سؤال واحد بس. في نسبة السؤال اللي بجاوبني محترمين. عليه. هل انا هسوي طالب فنون مسرحيه اللي اخذ بكالوريوس 4 سنين تخصص تمثيل واخراج واللي محتاج الفرصه الراجل لسه طالع من يومين 3 على التيك توك عمل حركات هبل ويجي ياخد الشاشه؟ ده في التمثيل بس ما نقدرش اللوك بتاعها كله النهارده مش عامله اي حاجه. يلا انتظرونا بقى في الاسير وهنكسر الدنيا كلها. نورتوا مهرجان المسرح المصري، ويا رب يا رب بالنجاح والتوفيق. يلا بقى عايزين نخش الحفله. يلا يا